السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير بالمصري. معاكم احمد فتحي. حلقتنا النهارده قبل ما تبتدي كده بس نصلي على النبي عشان الحلقه دي هتعجبكم قوي. انتوا دلوقتي انا بتاسف لكم على النويز اللي انتوا شايفينه، لان انا حاليا بصور لكم تحت لمبه موفره مش كبيره، بصور بايزو عالي معدي 1600، ففي نويز هتلاقيه جامد في الفيديو، الجوده مش حلوه وانا مش منور، بس عشان المغزى بتاع الفيديو ده. دلوقتي زي ما قلت لكم انا بصور بالوضع ده باضاءه ضعيفه، انا متعمد. ليه؟ لان في الحلقه دي احنا هنجرب زي ما قلت لكم قبل كده في الحلقه بتاعت البارابوليك، ان انا محتاج ان انا اجربه عملي او اركبه على اضاءه عشان تعرفوا البارابوليك بيعمل ايه. فحاليا انا معايا الهيد الاي اف 200 اللي من شركه جيمبي، اللي بالمناسبه هم اللي بعتوه لنا، يعني هم السبونسر بتاع الفيديو ده، وشركه جنرال برو هي اللي وفرت لنا الهيد برده. فمعانا الهيد الاي اف 200 ومعانا البارابوليك ال 90 سم اللي عملنا له حلقه، هتلاقيها في الاي اللي فوق هنا او اللي هنا، يعني بص عليها هتلاقي حلقه برده هتعجبك، حلقه انبوكسنج وريفيو ليه. فالنهارده بقى هنجربه ونشوف ايه استعماله او بيفرق ايه في الصوره او في الفيديو، ونشوف الهيد بدون برضو موديفاير هيبقى عامل ازاي. فخلينا نشغل الهيد دلوقتي بدون اي حاجه ونشوف الضوء عامل ازاي. معلش هو هيكون مزعج شويه بس عشان تعرفوا الفرق لما اركب البارابوليك. كده بعد ما شغلنا الهيد الاي اف 200 بدون اي حاجه، طبعا انا النور وجع لي عيني لان انا الاضاءه قويه، مفيش اي موديفاير عليها، مفيش اي اوكتا، مفيش اي مشتت للضوء، وعلى نسبه انا لسه ما وصلتش ل 50% اصلا في الهيد. طبعا عارفين الهيد قوي بقوه 200 واط وده باور عالي، فلسه ما وصلتش لباور 50% حتى فيه. وحاليا بصور باعدادات شاتر 1/50 لاني بصور ب 24 فريم، وفي قاعده في الفيديو بتقول ان الشاتر سبيد بيكون دبل فريم ريت، يعني 24 فريم والشاتر 1/50، وبصور بفتحه عدسه اف 1.8 بعدسه كانون 50 مللي اس تي ام، والايزو انا مخليه على اقل حاجه حاليا عشان اقل حاجه اصلا في الكاميرات سوني بتكون حوالي 200، فاقل ايزو عندي في الفيديو هو ايزو 200. الاول كان ايزو 1600 قبل ما اشغل الهيد، فاعتقد ان انا منور بس منور بلسعان. فخلينا كده اركب البارابوليك 90 سم ونشوف هيعمل ايه. ودلوقتي بعد ما ركبنا البارابوليك 90 سم بتاعنا وعليه الجريد اللي زي ما قلنا بيحدد الاضاءه عليك اكتر عشان ما تنتشرش في المكان اللي حواليك، تبقى موجهه عليك انت بشكل كبير، انا اعتقد ان انا منور بطريقه كويسه وبطريقه ناعمه. وانا حاطه بزاويه 45 درجه، يعني البارابوليك الناحيه دي كده مش في وشي ومش في جنبي، هو بزاويه 45 درجه. ممكن اظبطه اي تظبيط انا عايزه، بس الزاويه دي بتخلي فيه زي يقول كونتراست، في حته منوره وحته شويه غامقه، فما تخليش اضاءه في نص هنا عشان ما تبقاش فلات قوي وشك، ما يبقاش وشك منور خالص. فده كده الاوكتا زاويه 45 درجه على باور 17%. 17% يعني انا شايف الباور ده حلو جدا. انا بصور في حته عدسه 1.8 تمام، عشان انا عايز شويه عزل ورايا. عادي جدا انا ممكن اضيق الفتحه ل 2.8 ل اف 3.5 عشان اخلي نفسي ان فوكس اكتر، فاقدر بكل سهوله من غير ما اعلي ايزو ان انا ارفع قوه الهيد وهلاقي برضو النتيجه اللي انا عايزها زي ما انا عايز. ودي ميزه الباور العالي بتاع الهيد الجبار ده، يعني الهيد ده 200 واط، انا ممكن افضل اعلى بالباور. يعني لو عايز اصور على اف 10 دلوقتي في الظروف دي هجيب اف 10 وهعلي باور الهيد وهيكون لسه فيه تاني وانا هكون منور كويس جدا. فكده ده يعني تجربه سريعه وعمليه كده عشان نشوف الفرق بين بالاوكتا وبدون الاوكتا، او بالبارابوليك وبدون البارابوليك. وبرده في مكان انا مكان كحل، يعني انا قعدت السطح هنا زي ما انتم عارفين مظلم، انا الواحد حاليا مش منور غير البارابوليك ولمبه صغيره، فحتى ممكن اقفل اللمبه الصغيره دلوقتي ونشوف. كده انا قفلت اللمبه الصغيره اللي انا بصور بيها الاول خالص، وحتى وريتها لكم، هي لمبه غير مؤثره بالمره. دلوقتي انا شغال على البارابوليك فقط، البارابوليك ورايا هنا الليد ده يعني بس شويه اي باك لايت عشان ما يبقاش ورايا سواد خالص. دي كده اضاءتي. و يعني قولوا لي رايكم في الكومنتات تحت الفيديو عن الهيد وعن البارابوليك او تنعيمه الاضاءه. يا ريت ما ننساش ان السبونسر بتاع الفيديو ده هو شركه جيمبي الصينيه الهيد لايتس، واللي وفروا لنا جنرال برو. لو عايز تشتري البارابوليك او تشتري الهيد تقدر تشتريه من جنرال برو، سيبوا لكم اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو. لو عايز اي حاجه ممكن تكلمني على الفيسبوك، صفحتنا اللينك في الديسكربشن تحت الفيديو، او سيب لي اي كومنت هرد عليك على طول. وما تستنيش من دعوتك، وسلام.